هذا السؤال يقول: هناك بعض الشباب التبس عليهم الأمر فيقولون: لماذا مشايخ المدينة لم يناصحوا هؤلاء الدعاة قبل أن يتكلموا عليهم في الأشرطة والمحاضرات؟ نرجو توضيح الأمر. فهذا السؤال سؤال مهم ويلبس به على كثير من الناس. وفي الحقيقة أولا من أظهر خطأه بين الملأ في كتاب مكتوب أو في شريط مسموع أو مرئي، هذا لا تجب له المناصحة سرا، بل يجب رد الباطل والخطأ حتى لا يقع الناس فيه، ثم بعد ذلك يناصح. فهذا هو الصحيح، يبين للناس ويحرص على مصلحة الجماعة قبل مصلحة الفرد. فإذا نوصح فيما بعد ورجع كان بها، وإن لم يناصح وإن لم يرجع فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الواجب. ولكن مع هذا نزلنا على الرأي الآخر. أشياخ المدينة ناصحوا ولله الحمد، ولكن علم ذلك من علم وجهله من جهل. فمن جهل له الحق في أن يسأل ويبين له، ومن علم فإن عاد إلى الحق فجزاه الله خيرا، وإن كابر وباهت واتبع هواه فلا حيلة فيه. فأقول: أما أنا فسأذكر في بيان هذا السؤال أمورا. فأولا سأذكر ما تم وجرى بالنسبة لي مع الشيخ سفر الحوالي. حصل الذي حصل من أحداث الخليج كما تعلمون في أول الأمر، ومرت فترة ثم صدر بيان هيئة كبار العلماء. وقبل صدور بيانهم كنت قد حضرت خطبة في المسجد الحرام للشيخ السبيل حفظه الله، فجاء بالأدلة التي جاء بها في ذلك الحين. وبعد أن صليت الجمعة عدت إلى المدينة النبوية في صباح يوم السبت، وما بلغت المدينة وجاء الأحد والاثنين والثلاثاء، وإذا بالشريط يصل إلينا من كلام للشيخ سفر في درس الطحاوية، كلام عجيب يرد فيه بدون ذكر الاسم على هذه الأدلة التي استدل بها الشيخ في خطبته، وبدأ يتكلم ويقول ويبين رأيه. ويا ليته إذ بين رأيه قال: هذا رأيي، وسكت. لكنه صدر ذلك بأنه يبين هذا حتى لا يفترى على الله، وحتى لا يكذب على رسول الله، ولئلا يظن أحد أن هذا هو ديننا. فهذه المقدمات معناها بل لازمها أقر به سفر أو لم يقر، أن من قال بهذا القول الذي يرده عليه الآن كاذب على الله، مفتر على رسوله، ناسب إلى الدين ما ليس منه، شاء ذلك أم أباه. فكتبت إليه رسالة ثم أنفذتها إليه مع بعض الإخوان ووصلته، وانتظرت فترة منه الرد فلم يأتني رد. ثم بعد ذلك بقرابة الأسبوعين أو الثلاثة طلب مني أن أنشر هذه النصيحة في الوريقات. فهذه الفترة التي مرت رأيت أنها كافية. ومع هذا جاءني الذين أرسلت معهم بالرسالة وتأكدت منهم، قلت: هل أبلغتموها لفلان؟ قالوا: نعم. ما رد؟ قلت: لم يرد ولم يتصل. فسافر الدكتور محمد ربيع إلى مكة أظنه في الأسبوع الرابع، وكلمه في هذا فقال له: إن فلانا، هل تعرف فلانا؟ هذا سفر يسأله، فقال: نعم أعرفه. وسأله عني، ثم قال له: هذا قسى علي في نصيحة وكذا، كتب كذا وكذا وأسلوبه فيه قسوة وأنا ما قصدت هذا. فقال له الدكتور كما أبلغني الدكتور محمد ربيع، قال له: يا فلان، إن الناس إنما تحاسبك على ما تنطق لا على ما تقصد، وعلى كل حال إن كان هكذا فاكتب إلى فلان، اكتب إلى فلان، بين له وجهة نظرك أو ما عندك. فقال: لن أكتب إليه شيئا. فجاءني الدكتور محمد ربيع وأخبرني بذلك. كنت قبلها قد بدأت بأيام أري بعض الإخوة هذه النصيحة التي كتبتها إليه في ورقات معدودة، لا أحفظ الآن عدد هذه الورقات. ثم بعدها طلب مني بعض الإخوة والأشياخ أن لو نشرت هذه النصيحة فعسى الله ينفع بها من غره هذا الكلام الذي صدر من الدكتور سفر. فقلت: لا مانع، نشرتها. لم يرد علي ولم يجبني بشيء فنشرتها. ثم سمعت له بعد ذلك شريطا تكلم فيه على هذه القضية بعد أن صدر بيان هيئة كبار العلماء.
الذي تكلموا فيه يبين أن الأمر يجوز إلى آخره. فتكلم في بعض أشرطته وبدأ يستدل بالقواعد الكلية وكذا وكذا، يريد أن لا يعترف بأن المسألة فيها أدلة خاصة. فالحاصل بدأ يستدل أن هذا الأمر بعد أن اعترضوا أنه لا يجوز رجع في هذا الشريط وبدأ يحور وأن الأمر يجوز للضرورة. عجبا. ثم بعد ذلك بدأ يتفلت من الأدلة وأن هذه الضرورة بنيت على قواعد كلية، وبدأ يدور حول هذه النقطة فجاء بعجب عجاب. ثم قال الأدلة العامة الكلية كذا وكذا وبدأ يتكلم. ثم قال أما هذه الأدلة الأخرى التفصيلية فلسنا بحاجة إليها أصلا حتى وإن صحت، يعني أدلة السنة. فتعجبت من هذا الكلام، فسجلت شريطا في هذا وأبقيته عندي، وحصل بيني وبينه اتصال. بدأت أناقشه في بعض هذه العبارات، فتكلم بكلام دار بيني وبينه في هذا، وسأطويه ثم أخبركم إن شاء الله فيه في موطنه. على كل حال اقتربت الدراسة أو اقترب الفصل الأول من النهاية، فاختبر الطلاب وجاءت الإجازة وسافرت إلى جيزان. فكنت قد سجلت شريطا وأرسلته أو أردت أن أنشره، فأعرضت عن هذا وأضربت، ثم أعطيت منه نسخة للأخ صاحب تسجيلات طيبة، وقلت إذا بلغت جدة فسلم على فلان وأعطيه الشريط هذا وقل له هذا رد من فلان على كلام لك. وسجلت كلامه فسلمه إليه قبل أن أنشره. ثم مددت الإجازة ومددت حتى قامت الحرب، وتعلمون هذه القضية. ثم عدنا بعد ذلك قرب رمضان ولم تقم الدراسة أيضا. فالحاصل أن الأمر هذا استمر. وبعد رمضان علمت بأن سفر يقول إن فلان اتصل بي وقال لي والله إنني أحبك في الله، والمباحث ضغطت علي حتى هي التي ضغطت علي حتى أرد عليك، أو هي التي طلبت مني أرد عليك. فتعجبت من هذا. مر رمضان وأنا أقول لعل الناس أو هؤلاء النقلة ما فهموا، والآن زمن أصبح الناس ينقلون فيه كل ما يسمعون ولعل. فمر رمضان كله، مر شوال، ذي القعدة، وفي ذي القعدة جاءني العلم وتأكد. فجاءني شاهدان وشهدا على هذا بالله العظيم في يوم جمعة من أيام ذي القعدة، ذكرتهما بالله العظيم فقالوا والله سمعنا هذا منه. ويقول أيضا إن عند الشريط بهذا مسجل. فكتبت إليه رسالة بعد أن كتب لي شهادة ووقعها، فكتبت له رسالة وسميت الشخصين فيها بأن فلانا وفلانا جاءني وشهدا بهذا، ثم حملتهم الرسالة إليه. فذهبا وسلماها إليه. ثم جاءني فيما بعد فقلت يا فلان سلمت الرسالة لسفر؟ قال نعم. قلت فما قال لك؟ وفي هذه الجلسة جئت بشاهدين آخرين من المدينة النبوية حتى يسمعوا كلام الناقل للرسالة. فقال الله يهديك، أمن قال أنا ما قلت هذا الكلام. فقلت له إذن أنت كاذب أو هو كاذب. فقال لي والله إنها لكلمة لا تحتمل الوهم قالها لنا. ثم بعد ذلك انصرفنا يقول معه من هذا درس الطحاوية بعد أن سلمناها الرسالة أمام الشباب، وقال لنا هذا المقال اجتمعنا به في بيت في جلسة خاصة، وقال بل قالها وعندي الشريط مسجل. فقلت أنت الآن تنقل عنهم أمرين متناقضين، بعد أن خرج من المسجد قال ما قلت، ثم في الجلسة الخاصة قال ما قلت، فإما أنت كاذب أو هو. فاستمر على هذا وأكد أمره باليمين. فكتبت له في رسالتي التي سلمها إليه الرجل في أول مرة أما أنني اتصلت بك فنعم، وأما أنني قلت لك كيت وكيت وكيت فنعم، وأما أنني قلت لك والله إن المباحث هي التي ضغطت علي أو طلبت مني أرد عليك فوالله ما قلتها لك ولا صدقت في ذلك. استحيت حين أن أقول له بالكلمة الصريحة كذبت، فحورتها إلى اللفظ الآخر وهو بمعناه. أما بعد ذلك تبين الكذب، فالآن لا نستحي أن نقول يكذب بكل صراحة. فالمهم قلت له والله ما قلتها لك ولا صدقت في ذلك، وليس بيني وبينك في المكالمة أحد حتى يشهد على ما قلت إلا الله سبحانه وتعالى، وإنني لأدعوك إلى المباهلة في المسجد الحرام عند الكعبة، وإلا فاتق الله سبحانه وتعالى واذكر اليوم الذي يجمع. أسأل الله أن يجمعني وإياك بين يديه حفاة عراة غرلا بهما ويقتص للمظلوم ممن ظلمه. هذه الرسالة هذا نصها، واحتفظت لنفسي أيضا بصورة منها. وكانت أشرطتي قبل الحج في تلك السنة قبل العام الماضي 411 كنت قد أرسلتها للشيخ صالح الفوزان، أرسلت شريطين اثنين، وأرسلت معها صورة من شهادة الشخصين باتهام سفر لي بهذا الكلام.
ثم مرت المدة وجاء بعد الحج وحصل الذي حصل. المهم قال إن سفر وعده أنه يسمعه الكلام هذا في هذه المكالمة، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يجمع هذا الرجل بشخصين أو ثلاثة من عندنا من المدينة، فذهبوا إلى سفر في بيته وسألوه الشريط هذا، فقال ماذا تريد؟ يقول للمتكلم ماذا تريد به، وهو الذي نقل إليه الرسالة، ماذا تريد به؟ قال أنت وعدتني أنك تسمعني، قلت تعال لي في البيت أسمعك، وأنه الآن هو موجود في جدة وفي مكة. فقال أنت ماذا تريد؟ فقام مع بعض الإخوان وقال نريد أن نعرف إن كان فلان كاذب فالله لا يرده، نبين أمره للناس، وإن كنت أنت نبين للناس. وقال هذه المسألة بين المشايخ وهذا الأمر لا تشتغلوا به واشتغلوا بطلب العلم، والمشايخ يحلون هذا بينهم. فقال له هذا الرجل قال أنت وعدتني، قال ما عندي شريط. فقام الإخوان من عنده وقال له واحد منهم قال هذا يكذب، فطلعوا من عنده وجاء بعدها بفترة وأخبرني بالذي جرى، ثم جاءني الذين حضروا معه وأخبروني وأكدوا الخبر. فهذا مما حصل بيني وبين سفر. نصحت له وأرسلت عليه من يكلمه وأرسلت إليه الشريط قبل أن أنشره، لم أعط إلا أذنا صما. هذا ما يتعلق باختصار بما جرى معي بيني وبين الشيخ سفر. أما الشيخ ربيع حفظه الله فقد حصل بينه وبين العودة قريبا من هذا، فإنه لما عزم على نشر كتابه كتاب أهل الحديث هم الطائفة الناجية المنصورة أو الطائفة المنصورة، جاء جمع من الإخوان وقالوا يا شيخ نحن نرى أنك لا تنشر هذا الكتاب، والأحسن لو أنك أرسلت إلى الشيخ سلمان وبينت له أو أرسلت له صورة من هذا الرد لعله يتراجع أو يبين لك وجهة نظره. فقال ما رأيك؟ قلت الأمر يعني أيضا إليك، والله إذا أحببت أن ترسل إليه فهذا طيب لعله أبلغ بالحجة، طيب أرسل إليه ما يضرك. فأرسل إليه الكتاب مخطوطا، صورة مخطوطة، وانتظر قرابة السنة فما رد عليه سلمان بحرف واحد، ولا اتصل به ولا أرسل إليه، حتى قوله بلغني الكتاب وأنا أنظر فيه لم يأتي منه سنة كاملة. هذا الذي حصل بين الشيخ وسلمان. الشيخ محمد أمان كذا مرة أول ما نصح أو تكلم قالوا هذا يرد على سفر وكذا وكذا. الشيخ محمد أمان ما سلك الذي سلكنا، لأنه ماشي على القاعدة أن من اشتهر خطأه مسموعا أو مقروءا أو مرئيا يرد عليه ولا يكتب إليه سرا، لأن الأمر شاع بين الناس. فرد عليه بعض أو نصح له بنصيحة ثم أظنها وصلت إليه وأرسلت إليه، وبعد ذلك ثارت الدنيا وأن هؤلاء لا ينصحون لنا سرا وإلى آخره، تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح في الأقوام ذل، نوع من التوبة إلى آخره. وجاء الأمر هذا ثم حصل بيان الشيخ عبد العزيز وجرى الذي جرى، وفسروه على طائفة من أهل المدينة، وكذب علينا في هذا البيان من الكذب ما لا يعلمه إلا الله ثم العارفون بنا. فجاء في هذا البيان أكاذيب عجيبة. لما شرح سفر هذا البيان قال إننا ذهبنا إلى الشيخ وقلنا أوقف درس سفر، درس الطحاوية، وعطنا دروس في جدة، بل في مسجد سفر، بل عطنا درسه وقف درسه وحنا بندرس العقيدة. تعجبنا من هذا الكلام. فسئل الشيخ عبد العزيز عن أشياخ المدينة، وانظروا أنتم الذين ذهبوا أشياخ المدينة والشهود مركز الدعوة في جدة، متى حضروا معنا ومتى سمعوا هذا الكلام؟ تعجبنا من هذا غاية العجب. ثم يقول أن الشيخ أخذ علينا عهود ومواثيق أن بعد أن أعطانا الأمر والإذن في جدة أن لا نتكلم في الأشخاص، وخالفناه وعصينا أمره وتكلمنا في الأشخاص، وهذا الكلام غير صحيح. الشيخ سئل بنفسه هل طلب مشايخ المدينة منك أن تقف درس الطحاوية؟ قال في الحقيقة جاءنا فلان وفلان ومن ذكر، وتكلمنا في كذا وفي كذا وأما درس الطحاوية فلا أذكر أن تعرضنا له. وفي موضع آخر قال وأما درس الطحاوية فلم نتطرق له. فالشيخ ينفي هذا وهذا يقول لا، نحن طلبنا منه أنه يوقف درس سفر. سبحان الله. هذا أمر آخر أن الشيخ أخذ علينا العهد ونحو ذلك، ثم أن الشيخ نحن عصيناه وخالفنا أمره. ثم في هذا الشريط أيضا من الأكاذيب ما سأذكره لكم كذبة واحدة. يقول لما تعرض للدعاة هؤلاء الذين تكلم عنهم قال إن عارض القرن جاء إلى المدينة وعزم أو ودعي إلى بيت أحد المشايخ
من المشايخ المعروفين، يقول لأهل جدة، من المشايخ المعروفين الذين تعرفونهم أنتم، ويأتي عندكم هنا ويلقي دروس، يقصد الشيخ محمد المختار. وجاء أحدهم من غير دعوة، شوف، من غير دعوة، ودخل ولم يسلم على الشيخ عايض القرني. انظروا هذا العجب. أولا أنا ما علمت أن عايض القرني لما جاء المدينة عزمه الشيخ محمد المختار إلا والله من الشريط، هذه واحدة. ما علمت أن الشيخ المختار عزم عايض القرني إلا من شريط سفر. ثانيا أن القصة ليست هذه، بل القصة كانت الدعوة صبيحة المحاضرة التي ألقاها عايض القرني ونال فيها منا، وهذا له موطن آخر. المهم أنه دعي ببيت الأخ طلال العوفي في ذي الحليفة جنوب غرب الميقات المسجد، ودعيت إلى هذه الوليمة. فدعاني الأخ طلال، ولأنه مشغول أرسل إلي ابن أخته خالد بن مرزوق المغذوي، ثم أرسل إلي صهر خالد الأخ إبراهيم بن سعود المغذوي، ثم أرسل إلي رابح الرحيلي، ثم أرسل إلي عمر السحيمي. فهؤلاء 4 كلهم دعوني ونقلوا إلي دعوة الأخ طلال العوفي، فذهبت. بل ترددت في الأول الأمر أذهب أو لا أذهب بعد أن سمعت كلام عايض، فذهبت. استقر رأيي أن أذهب، فذهبت. فقلت له بعد أن جئت والمجلس ممتلئ ولم يأتي عايض، قلت له أنا أريد شيئا، إما أن تجمعني بعايض في مجلس خاص فأعاتبه على ما قال البارحة، وإما أن أعريه لك أمام هؤلاء أصحاب هذا المجلس وأبين كذبه، وإما أنا أذهب والغداء أعتذر ولا أبغى لك غداء ولا وليمة. فقال بل تجلس أنت وعايض في مجلس خاص، ودعي الشيخ ربيع إلى هذا المجلس. قلت طيب بهذا الشرط أنا أقعد. فبقيت، وجاء الشيخ ربيع بعدي بثلث ساعة تقريبا أو النصف، في هذه الحدود، ما هو طويل. وانتظرنا قرابة الساعة، ثم قالوا لنا إن عايض القرني جاء. هذه هي القصة، جاء عايض القرني. فلما بلغونا بهذا قال لنا صاحب المكان تفضلوا في المختصر الداخلي يا فلان أنت والشيخ ربيع. فدخلنا، فكنت أول من جلس على ناحية اليمين، والشيخ ربيع على يميني. فلما دخل عايض القرني كنت أول شخص على يمينه، ما في إلا نحن الاثنين ننتظره. فأرى جاء ومد يده إلي ليسلم علي، قلت له لا تسلم علي، والله لا أسلم عليك، تظلمني وتطعن في ثم بعد ذلك أسلم عليك. قال الشيخ ربيع سلم عليه، قلت والله ما أسلم عليه، والله عائشة لم قاطعت ابن الزبير ونظرت ذلك لأنه قال ما قال، والإنسان مشاعر، قال تقول سلم، قلت والله ما أسلم عليه. فالحاصل حصلت مشادة، دخل بعض الذين دخلوا أو بعض الذين دخلوا مع عايض، ثم خرجوا وبقينا أنا والشيخ ربيع ومحمد المختار وعايض القرني، الشيخ محمد المختار والشيخ عايض والشيخ ربيع ومكلمكم، 4 فقط. فدار بيننا كلام على المحاضرة هذه. ثم بعد هذا الكلام المهم وصلنا إلى قضية أن سفر يطعن فينا، وقلت له بالأمر الذي سمعتم قبل قليل. فقال لي أما هذه فلك بها عندي شهادة، إن سفر قال أمامي في مجلس فيه 22 داعية أن محمد بن هادي اتصل بي وقال لي والله إني أحبك في الله والمباحث اللي طلبت أرد عليك. فقلت يا شيخ ربيع اسمع الآن، هذه شهادة عايض القرني تضاف، والشيخ محمد المختار يشهد على هذا، محمد ابن محمد المختار الذي يلقي بعض الدروس في عمدة الأحكام في جدة. وتعجب الشيخ محمد من هذا الكلام. فقلت يا شيخ ربيع الآن القضية أصبحت قضية صحيحة، ليس عندي شك من القديم، والآن زادت. فهذا موقف سفر، يعني اتصلنا به وأرسلنا إليه وكتبنا له وأرسلنا الأشرطة، والنهاية المباحث هي التي ضغطت علينا. نحن لا نبيع ديننا للمباحث ولا نبيع ديننا للدولة، نحن الذين دين الله به نقوله أبدا. الرجل يكذب علينا، ثم بعد ذلك يقال لنا أنتم تكذبون وأنتم لا تناصحون وإلى آخره. فانظروا، يأتي في شرح بيان الشيخ ويقول دعاه بعض المشايخ الذين تعرفونهم، ويأتيكم هنا في جدة ويلقي الدروس عندكم وتعرفونه جيدا، ويأتي شخص من غير دعوة ويدخل ولا يسلم على الشيخ عايض. أصبحت الوليمة في بيت المختار، وأنا الذي جئت بغير دعوة، وجئت متأخر وعايض قدامي ولم أسلم عليه. عرفتم؟ اسمعوا واعرفوا الكاذب والصادق. أما مسألة اجتماعنا بالشيخ فقد كذبه الشيخ في شريط أننا طلبنا إيقاف الطحاوية. وأما هذا الكلام الذي اشتهر عنه فالشهود وشهادتهم عندي إضافة إلى شهادة عايض التي يشهد عليها الشيخ ربيع ويشهد عليها الشيخ محمد بن محمد المختار. بعد هذا يقال لنا انصحوا سرا، يعني اللص في داري وبين محارمي يئد النفوس ويكتم الأنفاس، ويقال لي قف لا تحرك ساكنا أبدا ولا تجرح له إحساسا. ما شاء الله تبارك الله. هذه هي قصتنا معهم. إذا أخطأوا علنا قال تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح في الأقوام نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة.
أنت لا يجب لك النصيحة سرا وأنت حالك هذا. ومع هذا مشينا على هذا القول وجئنا، وكانت النتيجة والجزاء هو هذا. ثم الكذب علينا وعلى أشياخنا بهذه الأكاذيب، نسأل الله العافية والسلامة. وأما مسألة الطعن فينا فنحن سنتكلم في هذه المناهج ونبينها. وعندهم جعلونا كذا وجعلونا كذا وجعلونا نحن والعلمانيين في خندق واحد وأشرطتنا مأجورة، ولا نتكلم على الرافضة ولا نتكلم على النخاولة وهم عندنا في المدينة. النخاولة عندنا في المدينة انتهوا بحمد الله، خلاص كلهم أسلموا على يدي سفر يوم أن كان بالمدينة، ما بقينا ولا نخولي واحد ندعوه، كلهم أسلموا، ما أبقى لنا سفر من رباع، ما بقينا ولا نخولي ندعوه، أسلموا على يديه. يعيرنا بهذا وهو بالأمس في المدينة، ماذا عمل فيهم؟ وأما الصوفية فالله يعلم، ثم الذين سمعوا كلامنا يعلمون، فلا يقاتل الناس ولا يغالطهم بمثل هذا الكلام. نحن نحارب الإخوان المسلمين بمنهجهم الفاسد المشتمل على الترفه وعلى الخروج وعلى التصوف بأنواعه وعلى جميع البدع. فسنسكت عن الرافضة، نحارب البنا لأنه يدعو إلى التقريب بيننا وبين الروافض، نسكت على أصل التقريب وهم الرافضة. سبحانك هذا بهتان عظيم. يقولون أشرطتكم لا تنتشر، ما سمعناها. نعم ما سمعتموها لأن التسجيلات لا تأخذها، التسجيلات لكم لا تنشروها بل ويعتدى عليها، وهكذا. فهذه هي القضية وهذا هو الأمر. وجعلنا عند بعضهم أنجس من الكلاب واليهود والنصارى. مجرد ذكر أسماءنا ينجس المسجد، وتذكر فيه اليهود وتذكر فيه النصارى ويذكر فيه جميع أعداء الإسلام ولا ينجسون المسجد. أما نحن فمجرد الذكر ينجس المسجد. لا أريد أن أنجس المسجد أو المكان بذكر أسمائهم وهم معروفون. ونحن والعلمانيون في خندق واحد، ونحن نشايع العلمانيين الذين قالوا في يوم من الأيام إن أردتم أن تستريحوا فاذبحوا هؤلاء الدعاة، ونحن شايعنا الذين طعنوا في كرامة عائض القرني. هكذا يقول هذا الرجل: كبرت كلمة تخرج من فيه إن قال إلا كذبا. لما حصل لعائض ما حصل كتبت فيه قصيدة نصرته بما أعتقد يوم أن كان، ولا أزال الذي فيه من الحق أشهد له به، ولقد دافعت عنه بعد هذا كله قريبا في مجلس وذكرت الذي أعرف فيه من الخير. والذين حضروا هذا المجلس هم في المدينة يعرفون ويشهدون بذلك، ما يحملنا شنآنهم على أن نظلمهم. ومع هذا يقول: نحن شايعنا الذين طعنوا أو روجوا للطعن في كرامة عائض القرني. وبعد ذلك يبلغني بعدها بفترة أنهم ينشرون قصيدتي في الدفاع عن عائض القرني. فسبحان الله، من هذا التناقض يكيلون بكيلين ويزنون بوزنين. تعجبت من هذا، يعني شيء. المساجد يذكر فيها اليهود ويذكر فيها النصارى. مسجد رسول الله الكلاب كانت تخفق فيه ولم يتنجس، الأعرابي بال فيه فألقي عليه ذنوب من ماء وطهر ولم يتنجس، المشركون كانوا يدخلون فيه ولم يتنجس. نحن كذلك تذكر بعدنا حنان عشراوي ولم تنجس المسجد، نصرانية وامرأة، لو كانت مسلمة لكان لنا عليها حق الذكورة، لكن نصرانية وامرأة تذكر ولا تنجس المسجد، ونحن مجرد ذكرنا ينجس المسجد. فسبحان الله العظيم. وبعد هذا يقولون فينا الذي يقولون، يردون علينا ردا علميا لا يضرنا، الناس من قديم راد ومردود عليه، يبينون هذا، ولكن لأنهم يغمطون الحق، يغمطون هذه الأشرطة ويحاولون سترها ودفنها. لماذا؟ لتستقيم لهم دعواهم الفاشلة الخواء، وهي أن أشرطة هؤلاء أين كلامهم في الصوفية؟ أين كلام؟ ما سمعنا لهم شيء، ما سمعت لنا، أنت تخنقنا، تسجيلاتكم تخنقنا، أين ينتشر؟ وإذا انتشرت بين خاصة الشباب أو بعضهم بطريقة خاصة جيء إليه وقيم عليه وحقق معه وشدد عليه وكتبت عليه التعهدات ألا يروج هذه الأشرطة التي تثير الفتنة. سبحان الله العظيم، هذا هو الأمر، إرهاب. كيف تريد الأشرطة تنتشر؟ كيف تريدها تنتشر؟ أقول بعد هذا يأتي ويقول بعضهم يعني أننا نجس ولا تنجس المساجد بذكر أسمائنا، وهذا أسوأ شريط سمعناه، وهو شريط القحطاني محمد سعيد حينما قال أن الشيخ توبنا، توبوا إلى الله، اتقوا الله من الوقوع في الدعاة وإلى آخره، ونحن خالفنا الشيخ بل وقابلناه بسخرية واستهزاء. يقول هكذا، وأن الشيخ أخذ علينا التوبة وكذا وتوبنا ولم نسمع له. وبعد ذلك ما يريد أن ننجس المساجد بذكر أسمائنا، ونحن شرذمة قليلة وأشرطتنا مأجورة، وأننا نقف مع العلمانيين في خندق واحد، وأننا شايعنا العلمانيين وساعدنا الذين روجوا للطعن في كرامة عائض القرني إلى آخره من الكلام الذي سمعتموه أو سمعه كثير منكم. ونحن هذا الأمر الذي يقوله أننا نجس وننجس المساجد يذكر كل من دب وهب من المشركين واليهود والنصارى، وكل ما يستقذر ذكره ولا ينجس المسجد. وذكر أشياخ أهل المدينة تنجس أو ينجس المسجد، ويذكر اليهود والنصارى ولا ينجسون، ويذكر حنان عشراوي
ويتكلم عليها وهي امرأة ونصرانية ولا تنجس المسجد. وأما نحن فمجرد الذكر نجس للمسجد. مسجد رسول الله كان يدخله المشركون، يدخله عبد الله بن أبي بن سلول، تدخله الكلاب تخفق فيه، بال فيه الأعرابي، وكل ذلك طهر وتطهر. أما نحن مجرد الذكر نجاسة، ما سمعنا بهذا، أن مجرد ذكر الاسم أو الشيء ينجس المكان. فوصلنا إلى درجة عند القوم أو عند هذا الرجل أنجس من الكلاب واليهود والنصارى، نسأل الله العافية والسلامة. وكذب علينا في هذا أمرا كذبا عظيما.